السلام عليكم، كيفكن؟ السمك بالطحينة من أشهى وأطيب الأطباق اللي ممكن نعملها وكمان صحّي كتير. أنا سبق وعملت هذا الطبق بس للأسف إجت عليه حقوق مشان الموسيقى وهيك قصص، فاضطريت أحذفه وأرجع أصوّر فيديو من أول لجديد، وقُلت بالمرّة باجدد الوصفة عشان ترجعوا تشوفوها مرّة تانية. بالنسبة للسمك أنا عم باستخدم سمك دورادو، هذا السمك معروف كتير بألمانيا. إمّا باجيبه من الLidl يعني بنسبة قليلة كتير لمّا بالاقي عرض باجيبه باحطّه بالفريزر أو باستخدمه direct بيكون طبعًا فريش أو باجيبه من محلات السمك الموجودة بشارع العرب، هنيك في مسمكة المحيط سمكه رائع جدًا، باجيب من هونيك على طول، على الأغلب يعني 70-80% من مسمكة المحيط. ما باعرف أنتم شو بتحبوا تستخدموا نوع سمك، بس السمك الأفضل يكون سمكة كاملة ما يكون فيليه مشان تنجح معنا الوصفة. وهلأ خلّينا نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. السمك اللي عندي بيطلع حوالي كيلو ونص. طبعًا نضّفته كتير منيح حتى بعد ما جبته رجعت بالسكينة حاولت أشيل الحراشف الموجودة يعني مشان ينضف تمامًا. وبعدين شقّقته بالسكين من الجهتين مشان التوابل تدخل كمان جواته. بدنا أول شي نستخدم الخل تقريبًا ربع كاسة خل، وربع كاسة زيت زيتون، الخل كتير ضروري عشان ما تطلع عنا أي نوع من زنخة سمك، وفي عنا كمان الملح، الملح طبعًا دايمًا نحطه حسب الرغبة بس بدنا نرشّش منيحة ملح، وطبعًا الكمون أساسي أنا كتير باحب استخدم الكمون مع السمك، بيروّح الزنخة كليًا. أكيد ما بدنا ننسى كمان البهارات المشكّلة، البهارات السورية كمان حوالي معلقتين، ضفت لإلهم كمان معلقة كبيرة قرفة، ومعلقتين كبار كاري، بدنا نضيف كمان فلفل أحمر مطحون، طبعًا حسب أنتم ما بتحبوه إذا بتحبوه حاد أو إذا بتحبوه باهت، هذا الشي بيرجع لإلكن، وبدنا نضيف كمان تقريبًا ربع كاسة عصير ليمون. وبعدها بنبلش ندلك السمك بالتتبيلة اللي حطيناها من برا ومن جوا مشان يتشرب البهارات والتتبيلة بشكل كامل، وبنحاول هيك نعمله مساج بإيدينا. بعد ما تبلنا السمك كتير منيح بالبهارات بدي أنا أحط فيه شرايح ليمون متل ما عم تشوفوا بالفيديو، وبدي أتركه شي ساعة ساعتين يشرب التتبيلة، والأفضل كمان إنه نحطه بالتتبيلة قبل بيوم. رح نترك السمك يشرب التتبيلة منيح، وبدنا نجيب طواية أو مقلاية وبدنا نحطها على النار نحط فيها ربع كاسة زيت زيتون، وبعدها بدنا نحط بصل حوالي 3 بصلات كبار مقطعين لجوانح، وبدنا نبلش نقليهم على النار لحتى يدبلوا معنا. رح نترك البصلات يتدبلوا رح نبلش نحضّر صوص الطحينة، رح نستخدم تقريبًا كوب كامل طحينة، وبدنا نضيف لإلهم معلقة كبيرة كمون، وكمان حوالي معلقة كبيرة خل ورشة ملح، وبدنا نضيف كمان حوالي نص كاسة عصير ليمون، وبنخلط كل هالمكونات مع بعضها. راح يبلش يشتد عندي المزيج لإن بتعرفوا الطحينة بتشد بعد ما نضيف لها الليمون هالشغلات هاي. راح أبلش أضيف المي بشكل تدريجي راح تاخد معي تقريبًا كاسة ونص مي. لازم المزيج ما يكون كتير سميك لازم يكون شوي خفيف لإني بدنا نحسب حساب إنه راح يغلي مع السمك بالفرن، فبدي أعمله يكون شوي خفيف يعني أقل من الصوص أو الطراطور تبع الفلافل لازم يكون أخف منه. وهلأ بعد ما اتدبل عندي البصل راح أضيفه لصوص الطحينة وهيك بصير عندي صوص السمك جاهز بالكامل. بعدها بدنا نجيب الصحن اللي بدنا نقدم فيه السمك، أنا جبت صحن بايركس، أنتم فيكم تستخدموا أي صحن بتحبوه، وباجيب ورق العنب اللي نحن بنستخدمه باليبرق واليالنجي. طبعًا هو مسلوق وجاهز، أنا عم باحط الطبقة في الصحن قبل ما يعني متل هيك أرضية قبل ما أحط السمك. هلأ رح تقولوا لي شو السبب ليش حطيتِ ورق عنب؟ ورق العنب رح يعطي السمك نكهة كتير طيبة، ورح يشرب كمان الزفرة اللي رح تطلع من السمك،
وأنا بصراحة واحدة من الناس اللي بتحب ورق العنب وين ما كان، وخاصة إذا كان مع السمك ولسه كمان رح تيجي عليه صوص الطحينة رح يعملوا عن جد متل هيك مزيج أو بيجتمعوا هيك 3 4 نكهات مع بعضهم بيعطوا عن جد نكهة كتير مميزة. هلا بعد ما حطينا السمك بصحن البايركس بدنا نحطه بالفرن تقريبا 20 دقيقة لنص ساعة على درجة حرارة 180. بعد نص ساعة طلعنا السمك بالفرن وطلع عنا بهالشكل هاد. وهلأ بدي شيل شرايح الليمون اللي حطيتهم، لأني إذا حطيت عليهم صوص الطحينة بده يعطيهم مرارة. وبعد ما شلت شرايح الليمون بدي أضيف صلصة السمك اللي عملناها مع البصل، وبعدها كمان بدي أرجع أحطه بالفرن تقريبا نص ساعة تانية وكمان على درجة حرارة 180. وهاد هو السمك بالطحينة بعد ما طلع من الفرن، ريحته عن جد كتير طيبة ومعبية البيت، وأكيد كلياتنا بنحب السمك بالطحينة. يعني نحنا أحيانا ممكن نقلي سمك لوحده وبعدين كمان نغطه بصوص الطحينة، فما بالكن لما السمك نفسه ينطبخ بصوص الطحينة رح عن جد يطلع طبق قمة بالروعة. عن جد بنصحكم تجربوه، وشفتوا قديشه صحي كوننا نحنا ما استخدمنا زيت القلي. شويناه بالفرن أول مرة وبعدين كملنا سواه بالصلصة نفسها. وجنبه أكيد صحن بطاطا مقلية وكمان صحن سلطة. لا تنسوا دايما تفعلوا زر الجرس مشان توصلكن فيديوهاتي جديدة، والسلام عليكم.